يومئذ مسفرة ضاحكة. والخاتمة الحسنة لا شك أن لها أسباب، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا ما وصلوا لهذه المرحلة إلا بعد ماذا؟ قالوا ربنا الله ثم استقاموا. البارحة كنت في مناسبة عشاء، وكان من ضمن الحضور وهو شرفهم ورأسهم والدنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. حدثنا بقصة عجيبة. طبعا عمة الشيخ عبد الكريم عمته زوجة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. يقول تحدث عمته تقول آخر يوم في حياة الشيخ بن باز رحمه الله، تقول دخل علينا البيت ويديه تلمع مثل الزجاج سبحان الله تعالى. تقول الشيخ يعني كبير في السن، والعادة أن يديه جافة ومتشققة، إلا ذاك اليوم تقول مستغربين سبحان الله يديه كأنها زجاج من البريق واللمعان. تقول لما جاء آخر الليل أراد أن يعني الشيخ يأوي إلى فراشه، استلقى. تقول كل شوي يجلس الشيخ يفيق من النوم، يجلس ويبدأ يسبح، يذكر الله، يستغفر، يهلل، ثم يرجع ينام، ثم يطيل النوم، يقوم مرة أخرى يذكر الله عز وجل، يسبح. تقول فقام بعدها وجلس وأخذ يقهقه، يضحك الشيخ. تقول زوجتي تقول أول مرة أسمع الشيخ وأراه يقهقه، من عرفت الشيخ ما سبق أني رأيته يقهقه، يضحك. تقول فقلت له يعني سلامات وش فيك؟ تقول ما رد علي. تقول سبحان الله العظيم بعدها رجع الشيخ ثم ضعف، ويعني نزل به الموت واستعجلوا يعني أولاده عليه، ولكنه فارق الحياة. رفع الشيخ عبد الكريم الخضير بعد ما قص القصة رأسه ثم قال وتلا قول الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شيخنا منهم والشيخ عبد الكريم منهم، ونحن جميعا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر.